كان نبي الله داود عليه السلام عنده غيرة شديدة، هذه آخر شيء أختم بها. من غيرته على أهل بيته، يا ليت داود يجي يشوف الواقع اللي نراه اليوم. يغار على أهل بيته، إذا خرج غلق الأبواب، سكر البيبان، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. وطلع مرة من المرات من بيته ومقفل كل البيبان، وحرمته إذا طلع زوجته تخرج تتلمس تشوف عسى ما في أحد دخل عليهم. تقول فدخلت في قعر الدار فإذا برجل، فيه رجال أجنبي. تقول قلت ويلته، أو كما قالت فقلت لمن في البيت؟ من أين دخل هذا الرجل؟ يعني منين طلعت انت؟ منين جيتنا؟ الدرايش مسكرة، البيبان مسكرة، والله لنفضحن يا داود، يا ويلك من داود إذا رآك. تقول فما هي إلا قليل، فدخل داود فإذا بالرجل في وسط الدار. قال له داود من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنعني حجاب. فقال داود أنت ملك الموت؟ قال نعم. ملك الموت دخل عليه على هيئة رجل، قال مرحبا بأمر الله، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، ولما غسل وكفن وفرغوا منه طلعت الشمس على الناس، كانت شديدة. فقال ابنه سليمان ابن داود يا طير أظلي على داود، فاجتمعت الطيور فأظلت. قيل انكتم الناس بعد جاهم الهوى، فقالوا يا سليمان مرها أن تنصرف حتى يأتينا النفس، فأمرها فانصرفت، وكانت تظلل على قبره. داود عليه السلام مات عمره 60 سنة. تذكرون في قصة آدم مش قلت لكم لما عرض على آدم ذريته، أي نعم، رأى رجلا يبرق وجهه، فقال من هذا يا جبريل؟ قال هذا ابنك داود. قال كم عمره؟ قال يعيش 40 سنة. قال إني أتنازل عن 20 له. أعطه من عمري 20 عاما، فعاش 60 سنة عليه السلام، ومات بعدها ثم دفن. كان النبي